اهلا بكم في الفيديو التاني من كورس رياكت. في الفيديو اللي فات جهزنا بيئة العمل وعملنا اول مشروع رياكت، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن جي اس اكس. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه جي اس اكس. جي اس اكس ببساطه هو اتش تي ام ال جوه جافا سكريبت، يعني احنا بنكتب اتش تي ام ال جوه جافا سكريبت. تاني نقطه هنتكلم فيها ليه جي اس اكس مهم. اول حاجه بيخلي الكود اوضح واسهل في القراءه. تاني حاجه بيخلينا ندمج جافا سكريبت مع اتش تي ام ال في نفس المكان. دلوقتي بقى هنعمل كود جي اس اكس بسيط. هنمسح كل ده ونبدأ الكود من الأول. هنكتب RAFCE، طبعا دي اكستنشن عندي اللي هي اكتب RAFCE يروح كتب لي الاكسبورت بتاعت الاب. فندخل على الاكستنشن هنلاقيها هنا، وهنكتب ES7 React، هنلاقيها هي دي، هتعمل لها انستول. هنعمل بقى الكود بتاعنا. هنشوف الاول الصفحه بتاعتنا، نقفل دي، هنلاقي كل حاجه تمام والصفحه فاضيه. هنمسح برضو الستايل، هنيجي على الفايلز وهنمسح الستايل بتاع ده وكمان الستايل بتاع ده. في الاب دوت جي سي اكس هندخل عليه، ممكن مثلا نكتب h1، نكتب فيه مثلا hello world، هندخل كده هنلاقيه اتكتب. هنيجي هنا مثلا فوق الريتيرن هنكتب let a equal 5. لو طبعنا هنا a هنشوف كده يطلع لنا ايه، هيطلع لنا 5. يبقى ده كده ايه، ده كده جافا سكريبت جوه HTML. لو غيرنا دي وخلينا مثلا string، طبعا السترنج فيه دبل كوتس او سنجل كوتس، نكتب فيه مثلا اي كلمة هيطلع لنا الكلمة دي. بس طبعا دي مش الطريقة المستخدمة في رياكت، احنا بنستخدم طريقة تانية طبعا هشرحها لما تيجي وقتها. مثلا نيجي نعمل فورم ونشيل الاكشن ونعمل input من نوع text وخلينا فيه بليس هولدر تيست، هنلاقي كل حاجة تمام. يبقى ده كده JSX اللي هو HTML جوه جافا سكريبت، او جافا سكريبت جوه HTML.